نعطيك هذا يعطيك بعض امثله من التاريخ، نعطيك امثله من الواقع. الان الحكومه التونسيه ايش يقول نائب رئيس معناها نائب وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي اللي هو اسمه ايوب معناها جرا. هذا يقول لنا في بيان، يقول قمت بزياره الى تونس في صيفه 2016، زياره معناها سريه، والكلام هذا منشور في موقعين، في صحيفه وموقع، موقع بانيت وصحيفه بانوراما الصهيونيتين، معناها في 5/8/2016 في بيان المكتب الوزير هذا يقول بموجب حديث نائب الوزير ايوب جرا انه يعمل جاهدا للحصول على علاقات دبلوماسيه مع تونس والنهوض قدما بهذه العلاقه كما كانت في الماضي في عام 77. نائب الوزير أضاف: أجريت فحوصاتي ووجدت الجانبين متعطشان لبناء علاقة ودية وطيدة وخاصة في موضوع السياحة بين البلدين. نائب الوزير صرح أنه زار تونس في الآونة الأخيرة ولم يكشف النقاب عن مضمون زيارته لأسباب أمنية، إلا أنه قال أنه على علاقة مع شخصيات رفيعة في المستوى التونسي. باش يقابلوه الصهاينة عملية الاغتيال، يقابلوه بأنهم أحدثوا معناها وحدة استخبارات في تونس. ثم تقرير صدر في سنة 2012 على مركز يافا للدراسات والبحوث. ماذا يقول التقرير؟ يقول عندنا 3 وحدات استخبارية إسرائيلية في تونس، واحدة في سوسة وواحدة في تونس وواحدة في جربة. اللي في تونس تستخبر على الجزائر وتراقب فيها وعاطي اسمه، ونعطيكم اسم الشخص اللي مترأسه. واللي في سوسة تستخبر على تونس، على المجتمع المدني والمجتمع السياسي والنقابات والمعادين لإسرائيل والحركات الإسلامية والإسلام الكل تستخبر. واللي في جربة تستخبر على ليبيا وتستخبر على يهود جربة وعلى آثارهم وعلى كذا. احنا شو نعملوا الآن؟ نعملوا قانون اليوم ما عادش نقول لك ما عادش نجموا نتجاهلوا وضعيتنا في علاقتنا بإسرائيل. احنا في علاقتنا بإسرائيل هذه دولة حرب. انا نعطيك حتى الجيش التونسي عام 1973 لما بعث وحده